سؤال كتير بيطرح عليا ازاي يا دكتور نفرق ما بين الخبر والتقرير والتحقيق، خاصة واحنا لسه بنتلمس الخطى في مجال الصحافة او في مجال الكتابة الصحفية. في الحلقة دي ان شاء الله هنتكلم بالتفصيل ازاي تفرق ما بين الخبر والتقرير والتحقيق بمثال واضح وسهل وبسيط. لو انت خليت بالك من المثال ده الدنيا مش هتفلت منك تاني. يلا هات ورقة وقلم وان شاء الله هتستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. زي ما قلنا في بداية الحلقة هنتكلم إزاي تفرق بصورة سهلة وبسيطة بين الثلاث فنون: الخبر، الصحفي، والتقرير والتحقيق. وهنضرب لده مثال بسيط هيفهمك الفرق بين الثلاث فنون بسهولة. عشان المثال ده إن شاء الله حاول إن أنت ما تنساهوش وتخليه معاك قدامك، فأي حد يسألك عن أي حاجة في الثلاث فنون دول تفتكر المثال وتفتكر الفرق بين التلاتة. لو انت في يوم عادي قمت من النوم، غسلت وشك وتوضيت وصليت وبعدين لبست هدومك ورايح على الكلية بتاعتك، انت نزلت من بيتك ركبت الاتوبيس او ركبت المترو، وبعدين وانت بتحاسب اتفاجئت بان المحفظة بتاعتك اتسرقت. طبعا انت قعدت تنده يا ناس يا هو المحفظة بتاعتي اتسرقت، مين سرقها، مين يساعدني، مش عارف ايه. جه واحد كده انت لا تعرفه ولا بيك ولا عليك وقال لك ما تعولش الهم، ادي تمن التذكرة، وان شاء الله ربنا يكرمك بزميل في الكلية بتاعتك يديك كمان اللي يخليك تكمل يومك، وبعدين لحد ما تروح وتشوف حكاية المحفظة دي راحت منك فين. رحت انت الكلية وحضرت الدروس بتاعتك وامورك تمام، بس انت كنت مهموم وحزين طول اليوم، وكل ما دكتور يسألك ايه اخبارك تقول له والله انا متضايق عشان انا اتسرقت مني المحفظة وانا جاي في المواصلات. انت روحت البيت بتاعك وباين عليك طبعا ان انت حزين، فوالدك بيقول لك تعالى يا محمد او ابراهيم ايه اللي حصل معاك النهاردة. لو انت قلت له ان المحفظة بتاعتي اتسرقت النهاردة وانا رايح الكلية، دي بداية خبر، دي معلومة خبرية انت بتخبره فيها بان حصل معاك موقف مهم ان المحفظة بتاعتك اتسرقت، يبقى ده خبر. يبقى انا اقدر دلوقتي اقول الخبر: قال ابراهيم الطالب بالفرقة الثالثة شعبة الاذاعة والتلفزيون بكلية الاعلام جامعة الازهر ان المحفظة بتاعته اتسرقت، واكد ان المحفظة بتاعته اتسرقت وهو رايح الكلية بتاعته. ولما والده سأله المحفظة اتسرقت بتاعتك ازاي، قال له وانا بحاسب على تذكرة المترو المحفظة بتاعتي اتسرقت. يبقى دي صياغة خبرية ما فيهاش اي تفسيرات، او انت ما وصفتش شعورك لما اتسرقت، انت بتقول له المعلومة، بتقول له الزمان والمكان وحصل ازاي وايه اللي حصل. يبقى المعلومات او الاسئلة الخمسة اللي احنا بنجاوب عليها في الخبر واضحة قدامك وباينة جدا. فده اول حاجة من المثال بتاعنا وهو الخبر الصحفي. طيب التقرير الصحفي، التقرير قلنا ان هو فن من الفنون الصحفية اللي بيعتمد على مزيد من التفسير، مزيد من الشرح، مزيد من المعلومات حول حدث معين. يبقى الحدث تم واحنا عرفناه، لكن بنبني عليه مزيد من التفسير، مزيد من الشرح، مزيد من الرؤى الخاصة بشهود العيان. والدك هيقول لك انت اتسرقت، يا نهار ابيض اتسرقت ازاي، ده انا لسه مديك مثلا مبلغ كذا وانت حاطه في المحفظه اتسرق. فانت هتقول له اتسرق، هيقول لي لا احكي لي بالتفصيل اللي حصل معاك من اول اليوم لاخره. احكي لي بالتفصيل، دي هي ده التقرير الصحفي. احكي لي بالتفصيل، يبقى انت هتقول له التفاصيل، هتقول له الشعور بتاعك، هتقول له ايه اللي حصل من اول ما انت قمت من النوم. فالتفاصيل دي هي التقرير الصحفي. فركز في التقرير هيكون ماشي ازاي. هتقعد انت تقول له طبعا والله انا قمت من النوم وتوضيت الحمد لله وصليت ودعيت ان ربنا يوفقني في يومه، وعلى فكرة يا حاج انا دعيت لك كمان عشان يعني اليوم يعدي على خير، ونزلت لا بيا ولا عليا كده النهارده. طبعا انت عارف ان اول الشهر، فوالدك يقول لك اول الشهر يبقى الموظفين احتمال كبير ان هم يكونوا قابضين، وبالتالي الحراميه بتكتر في اليوم ده. فانت هتقول له ده بالظبط اللي حصل، ده اللي انا اتوقعه، وكمان انا حسيت بصدمه وقعدت اتحاسبن واقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل كده، وكمان ربنا يا عم الحاج يعني وقف لي ولاد الحلال اللي دفعوا لي ثمن التذكره لحد ما رحت الكليه واستلفت فلوس من صاحبي وجيت لك هنا، وده كل اللي حصل. يا رب تكون مصدقني يا عم الحاج. فهو يقول لك مصدقك يا ابن، حصل
خير وقدر الله ما شاء فعل وهيديك قلمين والدنيا هتعدي والحمد لله. كل السرد اللي انت سردته ده من اول القصة لحد نهايتها بتفاصيل الشهود وبتفاصيل الناس اللي ساعدتك وبتفاصيل زمايلك اللي وقفوا معاك، ده اسمه تقرير صحفي. يبقى التقرير الصحفي هو اعطاء الحدث مزيد من التفاصيل والمعلومات والبيانات وشهود العيان والوصف ووصف الحالة الخاصة بالمشاعر والاحاسيس اللي بيحسها الجمهور او انت لو انت محل الحدث. كل ده بيجي في التقرير الصحفي. يبقى التقرير بنبنيه على حدث معروف لكن بنجيب ليه مزيد من الشرح والتفسير للحدث ده. نيجي بعد كده للتحقيق الصحفي، والتحقيق الصحفي صورة أكبر وأشمل وأعم من التقرير الصحفي. التقرير الصحفي في الغالب بياخد زاوية أو اتنين من زوايا الحدث ويركز عليهم، لكن التحقيق الصحفي بيجيب كل زوايا الحدث الخاصة بحدث معين ويبدأ يكمل عليها. فالخبر هو معلومة بسيطة بتوصف حدث معين بدون الدخول في التفاصيل. التقرير هو حدث معين بنجيب له مزيد من التفاصيل والشرح، لكن بنركز على زاوية أو زاويتين، كيف حدث أو ماذا حدث. عشان كده في التقرير أنا يهمني إزاي حصل الحدث ده، لكن التحقيق أنا هجيب كل الزوايا المتعلقة بالحدث ده وبركز على لماذا حدث هذا الموضوع. يبقى أنا بجاوب في التحقيق الصحفي لماذا حدث هذا الموضوع، مش كيف حدث، لأن لو كيف هيبقى فيه وصف فهنروح هنا للتقرير الصحفي. لكن لماذا أنا بجاوب على الأسباب الخاصة بالحادثة دي. ونرجع احنا لموضوع السرقة بتاعنا. لو انت دلوقتي اتفاجئت بوالدك وقال لك انت في كلية الإعلام، اقعد لي كده فند لي الأسباب اللي تخلي السرقة دي تكتر في أول الشهر، او السرقة دي ليه بتكتر اليومين دول، او اكتب لي موضوع وتحقيق صحفي عن ليه السرقة بتتم في اول الشهر او بتحصل كتير اليومين دول. فانت هتبدأ تفند له الاسباب الخاصة بالموضوع ده، فبالتالي انت هتجيب زوايا كتير جدا، ممكن تزيد عن مثلا 5 أو 6 زوايا. ممكن انت تجيب الجانب الديني للناس، ان الناس ما بقاش عندها وازع ديني. في دور مهم جدا على المؤسسات الدينية في ان هي تحذر الناس من السرقة. ممكن انت تجيب هنا زاوية خاصة بالإعلام، ان الإعلام عليه دور مهم جدا في ان هو يخلي الناس تبعد عن السرقة، او ان هي تاخد بالها، او ان هي تحذر من اللصوص اللي بيسرقوا الناس. ممكن انت تجيب العامل النفسي او العامل الاجتماعي. فالعامل الاجتماعي ان الناس اللي اتربت في بيئة مش كويسة اكيد هيطلعوا لصوص وقطاعين طرق، لكن الناس اللي اتربوا في بيئة صالحة اكيد هيكونوا كويسين. ممكن تجيب الجانب الاقتصادي، ان كتير من الشباب دلوقتي مش لاقي شغل، فبالتالي بعض ضعاف النفوس بيلجأوا لحيل النصب والسرقات على الناس. ممكن انت تجيب جوانب كتير جدا، منها الجانب النفسي والجانب الديني والجانب الاعلام، يبقى كل الجوانب دي هيشملها التحقيق الصحفي. فانت لما هتكلم والدك اللي سألك عن الاسباب هتقول له والله يا والدي الاسباب متعددة والاسباب كتير جدا. كل الكلام اللي انت حكيته عن اجابة لماذا وكل الزوايا اللي انت اتكلمت فيها دي الخاصة بالحدث ده هو ده اسمه تحقيق صحفي. فالتحقيق الصحفي ان انا بتكلم عن كل الزوايا الخاصة بحدث معين وبتكلم فيها بما يخدم الموضوع بتاعي. زي ما انا هتكلم عن الاسباب لازم انا هتكلم على الحاجات اللي تخليني اعالج الموضوع ده. يبقى بالمثال البسيط ده وعن حادثة سرقة المحفظة بتاعتك انت هتعرف بشكل بسيط تفرق ما بين الخبر والتقرير والتحقيق. اتمنى تكون يعني الحلقة دي افادتك وبسهولة بتعرف تفرق ما بين الخبر الصحفي والتقرير والتحقيق. اعمل شير للحلقة دي وفيد بيها زمايلك، وان شاء الله هسيب لك في الديسكريبشن الخاص بالحلقة بعض الحاجات اللي هي تفيدك وتشرح لك اكتر عن الخبر والتقرير والتحقيق الصحفي. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.